ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. قبل اي حاجه ما تنسوش تحطوا اللايك والشير والسبسكرايب وتفعلوا الجرس عشان يوصل لكم اشعار بكل جديد. النهارده بقى يا حبايب قلبي قلت هعمل معاكم مكرونه بطريقه كده جميله جدا، وكمان بطريقه مختلفه. معايا كده حبايبي ربع كيلو او نص كيلو من اللحمه المفرومه، وكمان معايا زيتون، ومعايا زي ما انتم شايفين فلفل الوان وبصلتين كده كبار ضرباهم في الكبه. نصلي بقى يا جماعه على النبي ونزيد النبي صلى عليه افضل الصلاه والسلام. طبعا ده فلفل انا مفرزاه في الفريزر. قلت النهارده بقى يا حبايب قلبي هعمل معاكم مكرونه بشاميل وش بيتزا بطريقه جميل جدا. زي ما انتم شايفين كده يا حبايب قلبي، حطيت الحله، سبت الميه تغلي، نزلت بكيسين المكرونه وكمان حبه زيت. وهنا هعمل بقى معاكم العصاك بتاع اللحمه، نزلت كده بالسمنه بتاعتي، وكمان هبتدي انزل بالبصل اهو زي ما انتم شايفين. وهنبتدي بقى يا حبايب قلبي نقلبه لحد لما يدبل معانا، ونبتدي ننزل مع بعض يا حبايبي. نبتدي ننزل اللحمه. طريقه النهارده طريقه سهله جدا وكمان جميله جدا، وكمان تقدري تعمليها في مناسبات، في عزايم. طبعا اهو زي ما انتم شايفين، اول ما تدبل معانا نبتدي ننزل على طول باللحمه بتاعتنا اهو. خلاص كده خدت لون معانا، هنبتدي كده ننزل باللحمه بتاعتنا. المكرونه بتاعت النهارده يا جماعه جميله جدا، وكمان كان طعمها جميل. طبعا الفلفل الالوان ده انا كنت مفرزاه في الفريزر. بيبقى عندي اي فلفل الوان، فلفل رومي، فلفل حامي، حرام الحاجه بتبقى غاليه وكمان الحاجه غاليه، فبقطعها في اي فيديو بحتاجه، في البيتزا، في اي حاجه بحتاجها بطلعها. وكمان بدل ما اقطع تكون الحاجه عندي جاهزه متفرزه. نزلت زي ما انتم شايفين يا حبايب قلبي بفلفل اسود، وكمان حبه من الملح، تقدري تحطي جوز الطيب، وكمان حطيت زيتون زي ما انتم شايفين كده. النهارده الحشوه بتاعت المكرونه كانت جميله جدا، وكمان كانت طريقه سهله. اهو زي ما انتم شايفين كده يا حبايب قلبي، بعد لما حطيت البهارات بتاعتي وحطيت كل حاجه، هبتدي زي ما انتم شايفين كده اقلب معاكم اهو. وكمان لو في اي قطع لحمه كده زي ما انتم شايفين ما اتقلبتش كويس او ما استوتش، يعني ببتدي كده اديها تشويحتين او اقلبها. هبتدي كده يا حبايب قلبي معايا كده سمنه، وكمان جبت الحله، هبتدي احط سمنه على زيت، وهبتدي بقى انزل معاكم بالدقيق. انا مثلا مش بحط الدقيق، انا بحط الدقيق بالويم، يعني بمقدار عينك كده على حسب ما تكون الحله مثلا او السمنه بتاعتك، او انتي ماشيه على مقدار. مثلا بحط 4 معالق دقيق، بحط 5 معالق دقيق في اي وصفه انا بعملها، بحط كميه الدقيق دي مثلا اهو زي ما انتم شايفين. هبتدي كده احمر الدقيق بتاعي، اول ما ريحته كده تطلع او اشم ريحته هبتدي انزل باللبن بتاعي، وتقليب مستمر علشان ما يكلكعش معانا. زي ما انتم شايفين كده طريقه سهله جدا وكمان بسيطه، ومش هتاخد منك ساعه زمن، يعني وانت واقفه بتعمليه مش هياخد منك وقت. وكانت يا جماعه المكرونه جميله جدا جدا، وكل اللي كل منها بيقول لي بس يا ام كريم الطريقه دي بتاعتك جميله جدا، اعمل لنا منها على طول، والجيران الا يا ام كريم عايزين الطريقه. بس في الاخر بجد يا جماعه حاجه حزنتني، هقول لكم عليها في الاخر، او هقول لكم عليها لما هاجي احطها. لو جدعين بقى اعرفوها، انا بحلوا بقى اللغز. طبعا في ناس بتحط مرقه ماجي وبتحط حاجات كتير، فانا ما بحبش احط اي حاجه في البشاميل بتاعي غير ملح فلفل اسود. اكتر من كده انا ما بحطش، حس طعم البشاميل بتاعنا بيغير. تقدري تنزلي بجبنه موتزاريلا، تقدري تنزلي بقطع جبنه رومي عندك في التلاجة باقيه، وكمان تقدري تنزلي بقطع جبنه نستور، تقدري تنزلي باي حاجه عندك انزلي بيها في التلاجة اهو. زي ما انتم شايفين حطيت ملح وفلفل اسود، تقدري تحطي المشكل الجبن زي ما انا قلتلك، وكمان تقدري تحطي ميكس جبن، يعني اي حاجه في التلاجة عندك جبنه رومي، اي جبنه تقدري تنزلي بيها. هنبتدي بقى كده نقلب علشان ما يكلكعش معانا لحد لما القوام بتاعنا يتقل معانا. هنبتدي نقفل على البشاميل اهو زي ما انتم شايفين القوام تقل معانا وبقى جميل جدا. ونبتدي بقى خلاص انا اللحمه اصلا قفلت عليها من بدري،
وعسكتها وخلاص اهو زي ما انتم شايفين. هنروح بقى نعمل ايه المكرونه او الصينيه بتاعه البشاميل بتاعتنا. طبعا زي ما انتم شايفين سلقت كيسين المكرونه وغسلتها وصفتها، وكمان زي ما انتم شايفين حطيت كده حوالي معلقتين كده حلوين من الصلصه بتاعتي، وجبت هنا الصينيه وهبتدي احط كده في الارضيه بتاعه الصينيه او عقر الصينيه. هنبتدي نحط ايه البشاميل بتاعنا زي ما انتم شايفين كده. عايزه بقى يا جماعه كوبايه شاي، اعملوا لي بقى كوبايه شاي او ايه حطوا لي بقى كوبايه شاي في الكومنتات. هنبتدي كده يا جماعه نبتدي نحط معاكم المكرونه. الصلصه دي بتفرق في طعمها، حطي صلصه في المكرونه بتاعت او الصينيه بتاعتك هتبقى جميله جدا. جربي مش هتندمي، طريقه سهله جدا وكمان بسيطه. هنبتدي بقى يا حبايب قلبي ننزل بشويه من البشاميل، بعد كده الايه اللحمه اهو زي ما انتم شايفين كده، وكمان هننزل بالايه باللحمه المفرومه بتاعتنا. تقدري تستبدلي الحشوه بفراخ، تقدري تستبدلي الحشوه بسوسيس بسجق. انا عمري طبعا ما عملت المكرونه بشاميل بالسوسيس او بالسجق، حطيت لحمه وفراخ قبل كده، يعني جربتها باللحمه مره وبالفراخ. فاللي جربها بالسوسيس او بالسجق يكتب لي في الكومنتات طعمها ازاي وكانت حلوه ولا لا. ما جربتهاش كده خالص. يعني تقدري تعمليها بحشوات مختلفه اهو زي ما انتم شايفين. انا اعرف مكرونه بشاميل يا لحمه يا فراخ، بس هو المعتاد بتاع الشعب المصري هي اللحمه. هنبتدي كده يا حبايب قلبي نحط الايه وكمان تقدري تعمليها بالجبنه بس بيبقى طعمها جميل جدا من غير اي حشوه لو مش متوفر عندك اي حشوه. والله يا جماعه اي حاجه عندنا في البيت نعملها، مش شرط حاجه معينه. هنبتدي كده حبايب قلبي نحط المكرونه، وهبتدي كده زي ما انتم شايفين انزل بالبشاميل بتاعي على الوش الصينيه اهو. طريقه سهله جدا وبسيطه ومش هتاخد منك وقت. هسكت بقى شويه لحد لما احط البشاميل اهو كده. حطيت معاكم البشاميل، قلتلكوا هسكت شويه علشان تعبت والله. كتر خيركم بقى. في ناس انا بتنمر على نفسي وبقول ان انا رغايه، بس في ناس بيقولوا لي ده انت عسل يا ام كريم، وربنا يا جماعه انتوا اللي عسل. هبتدي كده احط البيض. في ناس بتعمل مكرونه بشاميل مش بتحط لها بيض، انا بحب احط على الوش المكرونه بتاعتي بيض من زمن الزمن وانا بعملها كده اهو زي ما انتم شايفين كده. حطيت البيض، هبتدي كده اسويه على وش الصينيه عشان البيض جري اهو زي ما انتم شايفين. وهدخلها الفرن يا جماعه على درجه حراره 200. هتقعد بالظبط نص ساعه في الرف اللي في النص اهو. ببتدي كده اسوي البيض علشان يبقى كده واخد وش الصينيه كله. ادخلها الفرن واوريها لكم. بصوا بعد ما طلعت من الفرن هحط بقى لسه كده ما خلصناش، لازم احط التاتشات بتاعتي اهو زي ما انتم شايفين. هبتدي بقى ارص زي ما انتم شايفين كده برضو ده فلفل متفرز مقطع حلقات. بقول لكم اي فلفل اي حاجه عندي في التلاجة والله ان شاء الله عندي طماطم اقوم مسبكاها شايلاها في الفريزر. انا ساعات بشيلها كده لو مثلا مكسله ان انا اعملها معاكم او اصلصها. زي ما انتم شايفين كده حبايب قلبي نزلت بالشرايح بتاعه الفلفل. وهنا بقى كانت الصدمه، الجبنه الموتزاريلا دي وحشه 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 مش حلوه خالص. هي لا موتزاريلا المدينه لا الحمد لا كمان دومتي، التلاته دول احلى من بعض والمطه بتاعتهم بلا نهايه. لكن دي ولا مطه ولا طعم، يعني كانت طعم الجبنه مش حلو، لكن المكرونه كان طعمها جميل جدا. فما تجيبوش الجبنه دي خالص، اسمها فود مش فاكره اسمها بند حاجه والله ما فاكره الاسم بالظبط اهو يا جماعه زي ما انتم شايفين. هبتدي احط الزيتون وكمان حطيت الجبنه زي ما انتم شايفين كده. ادخلها بقى الفرن تاخد 5 دقايق على اساس ان هي هتسيح، وعندي امل ان هي هتسيح بس ما ساحتش. هو شكلها حلو والله يا جماعه مش وحش، بس زي ما انتم شايفين الجبنه ما ساحتش. انا مش عارفه دي جبنه ولا مش جبنه، اكتبوا لي في الكومنتات هي دي اهو زي ما انتم شايفين. وريتكم كده الصينيه من فوق، وده كده يكون الشكل النهائي بتاعي. واشوفكم يا حبايبي في فيديو جديد ونقوم مع بعض